هذا هو السجن عكاشة، من أكبر السجون في المغرب. كثرت الشكايات حول الأوضاع المزرية وانتهاكات حقوق السجين. المندوب العام لإدارة السجون دائما كيتكلم غير على المخدرات، ما كيتكلمش على اختلاط السجناء اللي كيعانيوا من الخلل العقلي وكتمارس عليهم أنواع التعذيب والجنسي. وهنا بعض الملاحظات اللي ما كتعرفهاش لا المندوبية ولا اللجان، المعاملات الموظفين مع السجناء أو النزلاء. يا ابن الحرباء أدوية يا حبيبي، هناك مسلحات، هناك مسلحات، وتكون إذا السوف تكون عبارة وأموت في قصري وفي سولجاني وفي سولي، وذلك الخطاب يكون ملكا للملكات ويكون ملكا للملكات، والخطاب يكون الملك للملكات. تفضل يا ولدي. واتفي المرضى والمرض. هذا هو حق السجين داخل المؤسسة. في المدير إدارة السجون المسؤول الأول على هذه الفوضى. هذا واحد من الموظفين المعروف بالعربي، هذا الموظف المعروف بالجبروت والجلاد والرشوة، مع أننا نراه في هذا الشريط يحمل في يده بالدارجة تيو. هذا واحد اللي معروف بالرشوة والابتزاز داخل هذه المؤسسة. هنا كنلاحظوا هذا الموظف وجد هاتف نقال اللي هو ممنوع داخل هذه المؤسسة عند الشاذين، ومن بعد نعطاه 50 درهم رد له الهاتف النقال. اما هذا الشاذين كان كيطلب من الموظف عبد الرحمن سيو يوصلوا عند الطبيب، لكن لسوء الحظ ما عندوش 50 درهم، وكان المصير ديالو هو الإهانة والضرب. وكيف كنلاحظوا مع هذا السجين الا باش يمسح الكابطه للموظف باش يعيش داخل هذه المؤسسه. هذا الموظف كيبتز السجناء وكيسلب اقل شيء 3 أو 4 البرتقالات وكيوضعها في الجيب ديالو. للاسف اشياء حقيره داخل هذه المؤسسه.